النهاردة هنكشف سر من أسرار كواليس فن الطبخ لسفاح الجيزة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أحمد فهمي في الحقيقة ما بيعرفش يسلق بيضة زيه زي أي راجل، ولما جاله دور سفاح الجيزة واللي بيقدم فيه دور السفاح المتألق في الطبخ وفي الاتزان والهدوء والتدين، أحمد فهمي علشان يوصل للمرحلة دي من الدور خد وقت كبير جدا علشان يظهر لينا بشكل متميز جدا ويكون أقرب من الشخصية الحقيقية اللي بتحمل كل الصفات دي. أحمد فهمي ساعتها فكر إنه يتعود على ستايل لبس معين ومشية معينة وطريقة كلام يوصل بيها للمشاهد الأقرب للشخصية الحقيقية، ففكر أول حاجة إنه يدرب نفسه من بدري إنه يتألق في الطبخ، وفعلا لجأ لشيف معروف جدا، والشيف ده اسمها منى بيتيت. نون الطاهر من فترة وقال لي ان هو جاي له دور، والدور ده الكاركتر بتاعه حد شغوف بالطبخ، وهو كان عايز يطلع الموضوع ده بشكل حقيقي قوي قدام الكاميرا، فكنا لازم نتعلم بعض اساسيات الطبخ والتقطيع. تحت سلايد قدام، تحت سلايد قدام، تحت سلايد قدام. انا عايزاك تبقى شغال بثقة عشان كأنك يعني بسرعة، فاهم؟ زي ما احنا. ايوه طبعا اللي عجبني جدا فهمي انه ذكي قوي، فتعلم كل حاجه بسرعه، وكان ديديكيتد قوي انه يتعلم كل حاجه بالتفصيل. برافو والله، تطور خطير يا جماعه. فهمي بيعمل ورق عنب كده يا واعجي، عيب عليك. انا متحمسه جدا ان انا اشوف مسلسل سفاح الجيزه واشوف فهمي عمل ايه في الدور. اكيد انتوا كمان متحمسين زيي، شوفوه وقولوا لي ايه رايكم. ففكر أول حاجة إنه يدرب نفسه من بدري إنه يتألق في الطبخ، وفعلا لجأ لشيف معروف جدا، والشيف ده اسمها منى بيتيت، وطلعت في فيديو على السوشيال ميديا علشان تبين لنا كواليس فنون الطبخ والطريقة اللي وصلت بيها أحمد فهمي للاحترافية. وقالت من فترة أحمد فهمي كلمني وقال لي إن جايله دور، والدور ده الشخصية بتاعته حد شغوف جدا ومحب للطبخ، وهو كان عاوز يطلع الموضوع ده بشكل طبيعي قدام الكاميرا. قلت له ساعتها لازم نتعلم فنون الطبخ الأساسية من ألف وب. الطبخ عجبني جدا لأن ذكاء أحمد فهمي في تعليمه بسرعة، بيحب يتعلم كل حاجة بالتفصيل، حتى طريقة مسك السكينة وتقطيع السلطة واللحمة اتعلم طريقتهم باحترافية وبسرعة جدا، لا وكمان طريقة لف ورق العنب. وقالت إنها متحمسة جدا تشوف المسلسل قبل العرض، وإنها كمان متحمسة تشوف الإبداع اللي وصلت ليه أحمد فهمي قدام الكاميرا. وأكيد انتوا كمان متحمسين عشان تشوفوا سفاح الجيزة. تألق فيه الفنان أحمد فهمي فعلا بكل المقاييس، وخلى الجماهير كتير تتصدر مؤشرات البحث عالميا عن القصة الحقيقية. فعلا تألق فيه الفنان أحمد فهمي بكل المقاييس، وخلى جماهير كتير جدا تتصدر مؤشرات البحث عالميا بحثا عن قصة السفاح الحقيقية، واللي لسه هتتعرض في الفترة الجاية، وهنشوف فيها حقائق وخبايا أقرب إلى الواقع. جريمة كاملة وخيط صغير ساعد مفتشي الأمن العام لحل لغز قضية هزت الرأي العام، واللي اتعمل منه مسلسل حاليا بيشوفه كل العالم، وتألق كبير جدا للفنانة جيهان الشماشرجي في سفاح الجيزة. قذافي فراج عبد العاطي معروف باسم سفاح الجيزة هو قاتل مصري متسلسل قتل 4 أشخاص من 2015 لحد 2017. مؤخرا وقع في ايد أجهزة الأمن بعد 5 سنين من جرائم القتل والنصب والاحتيال، وكانت المحصلة 4 قتلى من بينهم صديقه المقرب وزوجته، وده كان في مدينة الجيزة والاسكندرية، وكان بمخطط ذكاء شديد منه، واللي كان بيستخدمه في التمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه وأشخاص تانيين بأوراق رسمية. الجريمة بدأت في 2015، لكن تم الكشف عنها من خلال زوجته الأخيرة في محافظة الأسكندرية، واحد من الصاغة اللي كان بيتعامل معاها، ومع الوقت بدأ الراجل ده يشك فيه وبلغ زوجته، وبعد كده اتأكدت ان كان عنده أزمة معاه، وبالتالي بلغ اسم الشرطة اللي قبض عليه،
هو بدأ يعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها في 2015 علشان نكتشف واحدة من أهم الجرائم اللي تم ارتكابها في مصر في السنوات الأخيرة. خلينا أقول لكم ضحايا سفاح الجيزة. أول ضحية له كان رضا، مهندس بيشتغل في السعودية وكان متعود يبعت له فلوس علشان يستثمرها باعتباره محل ثقة بدون ما يعرف إن خدعه واستولى على كل الفلوس دي والممتلكات، وده من خلال توكيل رسمي أقنع رضا بيه، وقام بتحريره في 2015. رجع رضا من السعودية فجأة وطلب عبد العاطي بتصفية الحسابات. السفاح عمل خطة جهنمية علشان يقتله، طلب منه يتعشى سوا في البيت وحط له سم في الأكل، وفي دقايق توفى رضا والقذافي دفنه في حفرة عمقها 2 متر. وبعت رسالة من موبايل رضا لزوجته قال لها ان الشرطة قبضت عليه من غير ما يقول لها اي تفاصيل. اما الضحية التانية فكانت زوجته، وهنكشف لكم عن الشخصية دي فيما بعد. قتل السفاح زوجته فاطمة، وده بعد ما استولت على 400 ألف جنيه منه، وده لأنها كانت خايفة يتجوز عليها بعد محاولات كتيرة إنهم يبقوا كويسين مع بعض. قررت إنها تديله فلوسه، وده ضايق السفاح جدا فعمل لها حفرة عميقة شبه اللي عملها لرضا بالظبط وقتلها هي كمان، وده كان بعد أيام من قتله لصديقه رضا، ودفنها في الحفرة في أوضة وجنبها كانت مجوهرات علشان يأكد إن الفلوس ملهاش أي قيمة، وده اللي قاله في تحقيقات النيابة. أما الضحية الثالثة هو إنه قتل بنت اسمها نادين، ودي كانت طبعا بتشتغل في مكتبة صديقه رضا اللي قتله، وده لأنها كانت عاقبة قدامه من إنه يتجوز أختها، وهددته إنها تفضح موضوعه لو ما بطلش يفكر يموت أختها، واستدرجها بالفعل في بيته ودفنها جنب صديقه رضا. وبعد كده أوهم أهلها كالعادة إنها على علاقة بمخرج سينمائي وإنها بتحب الفن والتمثيل، وهربت معاه برا مصر، وده خلى أسرتها تتكتب على الموضوع وما تتكلمش فيه خالص وما تجيبش سيرته، وحتى ما تعملش محضر بإن بنتهم متغيبة، لكن تم كشف جرايمه من خلال كاميرات المراقبة، وهي دي اللي كانت كلمة السر في تحقيقات النيابة وفي كشف الحكاية كلها. ودي كانت قصته اللي تناولنا منها حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، واللي لقى انتقاد كبير من الجمهور لقتل جيهان لما قالوا ما ينفعش جيهان تموت كده من أول حلقة.